بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم تعلم السوفت وير. النهاردة معانا جهاز أوبو A3 اللي هو الموديل بتاعه CBH 2669. الجهاز ده طبعا معالج كوالكوم، وممكن لو مش عارف المعالج تخش تكتب في جوجل، تكتب اسم الجهاز وتكتب جنبه CPU تايب أو نوع المعالج وهيظهر لك نوع المعالج. طب اول حاجه هنعملها طبعا هو العميل ناسي الباسورد اساسا بتاع الشاشه، والجهاز عليه برضو حساب جيميل وهو مش عارفه. فانا توجهت مباشره لاداه التي اس ام تول. انا عندي من نوعين من الاداه، نوع بيدعم كل المعالجات، ونوع خاص بالكوالكوم اللي هو تي اس ام برو اديشن اللي هو الجديد ده. فتحت ال فتحت الاديشن الجديد ده. طبعا هو قاري جهازي انا الموتوريلا عشان حاطط جهازي، اشيل جهازي خالص اساسا. وهبدأ أوصل الجهاز. بطفي الجهاز بطفي الجهاز الأول. طبعا الجهاز ده المعالج بتاعه كويس، فهعمل ريد انفو عشان أعرف الأول بس إيه هو أندرويد كام ولا عليه إيه. طبعا هنا في غلطة، هو مختار ميديا تك، أنا مش عايز ميديا تك أساسا، إن الجهاز ده كوالكوم، فأنا هكنسل كده وأجي أختار المعالج التاني كوالكوم، وهبدأ أدوس ريد انفو، هثبت إيدي على التعليق والتوطية وأركب الكارت. بعد ما يقرا بشيل إيدي أشوف هيقرا لي إيه الجهاز ده، إيه ظروفه. طيب، انا يهمني الاندرويد اللي على الجهاز كام، والباتش بتاع الحماية كام. هننزل كده مع بعض واحدة واحدة نشوف. مقراش الاندرويد. هنزل معاكم اهو. مقراش الاندرويد بتاع الجهاز. طب على العموم هو التي اس ام داعم لحد شهر 10 او شهر 11 كمان 2025. طب في نفس الوضع كده انا مش هعمل اي حاجة، هو الجهاز داخل وضع الاي دي ال اهو فوق. هاجي دايس ريموف اف ار بي واشوف ايه الدنيا. طبعا انا اول حاجة عملت ضبط مصنع للجهاز ده يدوي يعني، فهو دلوقتي حاليا واقف على الاف ار بي. ممكن نختار برضو هنا تولز نشوف الحاجات الممكنة. هنا في فلاش. لا تمام خلاص، ريموف اف ار بي على طول كده ونشوف الدنيا فيها ايه. الجهاز فتح. طيب هجرب مرة تانية بس بطريقة تانية، هشغل الجهاز عادي واطفيه واركب كابل واطفيه، وهو بيطفى هثبت ايدي على التعليق والتوطية. هختار طبعا برضو ريموف اف ار بي. طبعا هو واضح كده، هو فاتح في الوضع الطبيعي على مرحبا. هاجي طافي الجهاز ومركب الكابل وهو بيطفى. مركب الكابل وبطفي الجهاز وهو بيتطفى، انا بثبت ايدي على التعليق والتوطية عشان يتغير معايا الوضع الاي دي ال. من هنا هيتغير الكوالكم دلوقتي. ركز هنا، ركز على المربع اللي فوق ده. شفت اللي حصل؟ ايوه، وايب اف ار بي اوك تمام. كده خلصنا الحمد لله. يبقى لو الجهاز ما جاش معاك انت ممكن تعمل الحركه دي بقى، تشغل الجهاز وتوصل الكابل والجهاز شغال طبيعي على كلمه مرحبا.
وبعدين تطفي الجهاز عن طريق الباور الباور والتعلية، الجهاز بيتطفى. وانت بتسحب بتطفي كده وهو بيتطفى، تيجي مثبت ايدك بسرعة على التعلية والتوطية والكابل راكب. قدر يقرا الجهاز فعلا في وضع الاي دي ال، وقدر يشيل لنا الاف ار بي. طيب تمام، كنا عايزين نبص بصة كده على المعلومات، لا كله تمام. شكرا لحسن استماعكم.